بس الاب اند داون والضغوط النفسيه دي اكيد مهلكة. بتاثر على الواحد ومرهقه. وانت اعترفت ان انت عانيت وبتعاني من الاكتئاب، يس. وقلت جمله يعني وجعتني انا شخصيا لما سمعتها، انه اللي عنده اكتئاب بيبقى اكنه بيلعب شطرنج ضد نفسه. واحيان كتير بتصحى ما تبقاش عارف انت مين فيهم. ازاي بتلعب اللعبه الخطره دي؟ انا اتشخصت بالاكتئاب في 2018. كان عندي اكتئاب من قبلها، بس الجيل بتاعنا ما فيش فيه اكتئاب. انت بس ما بتصلي، انت مش قريب من ربنا. وفي ناس ما بتعرفش تفرق ما بين الاكتئاب والحزن والخوف المرضي، دي كمان دلوقتي مشكلة. للاسف بسبب السوشيال ميديا موضوع الاكتئاب بقى اوفر ابيوزد. بقى اي حد مقموص يقول لك انا مكتئب. كانت اكبر مشكله عندي في الاكتئاب ان اصدق اني مكتئب، لان انت بتخش في فايت مع نفسك. هو انت مش مكتئب، انت بتتحجج. يعني انا دايما لما حد يجي يقول لي صلاح اصل انا عندي اكتئاب زيك، اعرفها منين؟ انا لما الاقيك متصالح مع الاكتئاب اللي عندك، انت ما عندكش اكتئاب. لان من تجربتي اهم عرض في مريض الاكتئاب رفضه الاعتراف انه مريض اكتئاب. بس هل ده نابع من فكرة ان انت شخص يعني عايز تشجع الاخرين وعايز نشوف الناس افضل؟ ملهاش علاقة خالص. انا عايز اقوم من السرير ومش عارف. انا كاره نفسي ومش مصدق ان عندي اكتئاب، لان لو كنت اعترفت بالاكتئاب ساعتها كنت هبقى شايف ان ده عذر مريح. فلما توصل لمرحلة انت عندك اكتئاب، هتتعايش معاه، عادي تتزحلق كل فترة، تبدأ تمانج بقى الموضوع، تحاول تمانج، تنجح ساعات وبتخسر ساعات، زي البيزنس. في ايام بتنجح في المانجمنت وايام بتفشل فشل ذريع. يعني ايه الحاجات اللي بتساعدك؟ ماما، فاطمة، زياد، 3-4 اللي في حياتي اللي اقدر اقلع قدامهم. لان انت عمرك ما هتبقى عريان بجد لو قلعت هدومك. لا، العري بيجي لما تقلع كبريائك، والاكتئاب بيجبرك تقلع كبريائك. وبرضه وجودهم ما بيبقاش يعني، ساعات وجود الناس اللي بيحبوك حواليك في الاكتئاب بيزود اكتئابك، لانك بيبقى صعبان عليك مجهودهم اللي مش جايب نتيجه. هم they want to help بس. فهو من كتر ما بيحاول فتبدا انت تضغط على نفسك. انا I'm good. بس انت اكشلي يعني ما عنديش اجابه صريحه ايه اللي المفروض تعمله لما يبقى عندك اكتئاب، باستثناء اجبر نفسك تنزل. لان من اهم اصدقاء الاكتئاب الوحده والفراغ. فاجبر نفسك. المشكله انك بتبقى مش عشان كده بقول اجبر نفسك، مش اقول لك يا عم قوم انزل، لا، جرجر نفسك للنزول. لان الاكتئاب لو اتساب بيعمل حاجه اسمها السنو بولينج افكت. هو بيبدا صغيرة حاجه قد كده، وتبدا تلاقي نفسك دخلت في سيناريوهات سودة مفيش فيها لوجيك. تمام. ولو في حد بيساعد حد مريض اكتئاب، بس يقعد جنبه، ما يحاولش يفكه، ما تبذلش مجهود، لان ده بيأذيه اكتر اكشلي يعني.